ازيكم؟ يلا بينا نعمل طاجن ورق العنب بطريقة جميلة جدا وطعم لذيذ والريحة هتبقى خيالية بجد. يلا بينا نشتغل على طول. اول حاجة باجي معايا في حلة كبيرة هنزل فيها بمعلقة سمنة، هنشوح فيها اللحمة بتاعتي. هتجيبي قطعة اللحمة اللي انتي بتفضليها، هنقطعها ونديها شطفة سريعة، ونيجي بيه هنا نكون مصفينها من المية خالص، ونتأكد ان السمنة سخنت جدا، وهنبتدي ننزل بقطع اللحمة بتاعتي. تمام. النار تكون متوسطة، ما توطيش النار، احنا عايزين اللحمة تاخد صدمة. نزلت باللحمة بتاعتي، هنزل بورق اللورة او ورق غار فلفل اسود حبهان. كل حاجة بنزلها لكم تحت الفيديو بعد ما بخلص، هتلاقوا كل المكونات بالتفصيل تحت الفيديو. تمام. وهبتدي اشوح في اللحمة، كل ده على نار متوسطة، مش هنودي النار خالص، وتخلي بالك من نقطة النار عشان ممكن تخليها لي تبك مية، واحنا مش عايزين ده، احنا عايزين اللحمة تاخد صدمة عشان تديني الطعم الحلو في السوا لما تستوي. تمام. فبصوا هو باين حتى ان النار عالية اهي، انا بشوح سريع. تمام. هفضل اشوح فيها حوالي 5 دقايق 7 دقايق، المهم ان اوصل ان كل وش منهم يكون واخد طبقة ذهبي. تمام. وهبتدي اغسل بصلايه كبيره متقطعه مكعبات، وهنزل بيها على اللحمه، وهكمل تشويح. تمام. كل اللي انا هضيفه اللي جاي ده بقى منكهات انتي عايزه تضيفيها، تمام، عايزه تستغني عنها، بس انا بحب او بعشق الشوربه بالطعم اللي انا بطلع بيه من النتيجه دي. تمام. فالحاجات الجايه انا بحط طماطم وجزر، انتي لحد كده وعايزه تنزلي الميه، تمام اوكي. عايزه تقطعي جزرايه وتقطعي طماطمايه صغيره او طماطميتين زي ما انتي حابه. انا جزرايه قطعتها قشرتها وقطعتها مكعبات بالشكل ده، وبنزل بيها بعد ما بنزل بالبصل على طول. تمام. لو هتضيفي معايا الطماطم استني شويه لما ناخد طبق ذهبي من اللحمه، عشان الطماطم هتنزل ميه، واحنا مش عايزين اي سوائل في تشويح اللحمه، احنا الطماطم دي بنحطها قبل ما ننزل الميه على طول. تمام. انا اديت هنا تشويحه حلوه، اللون ده كان مرضي بالنسبه لي جدا، ابتديت انزل بالطماطم. تمام. هدي تشويحه سريعه وهنزل بالميه على طول، لان خلاص الطماطم هتنزل الميه بتاعتها. بصوا اللون بتاع اللحمه ده المطلوب. وبكون مجهزه معايا ميه في الكاتل، ميه مغليه وبنزل بيها، او ميه زي ما انت عايزه، ميه فتره من الحنفيه. تمام. بستنى تاخد غلوه سريعه، هي طبعا ميه مغليه اهي، فخدت غلوه دقيقتين بالظبط، احس ان اللحمه والمكونات كلها خدوا من طعم بعض، ببتدي اهدي النار واغطي واسيبها تستوي براحتها. تمام. ويلا بينا بقى نشتغل في طاجن العظمه بتاعي. طاجن ورق العنب، اول حاجه باجي في حله فيها نص كوبايه زيت، باجي هنا ببصلتين ضربهم في الكبه، بصلتين كبار. تمام. هاخد نصهم انزل بيه، وهحتفظ بالنص التاني، طبعا انا رشة ملح عشان البصل معايا ما يغيرش طعم لما يقعد شويه في الحر ده. تمام. فباخد البصلايه كبيره، يعتبر دي بصلايه، والبصلايه التانية هقول لكم هنعمل بيها ايه. ببتدي انزل بالبصل وادي تشويح لحد ما ياخد اللون الذهبي ده. تمام. وهكون مجهزه معايا كوبايتين كبار عصير طماطم، بنزل بيهم اول ما البصل هتاخد اللون الذهبي، وببتدي انزل بالتوابل بتاعتي اللي بحطها لصلصه المحشي، اللي هي ملح وكمون وسبع بهارات وشطه. تمام. ما تحطوش ازيد من كده عشان ما نغيرش طعم المحشي، ما تحطوش توابل او بهارات كتير. تمام. انا بحط معلقه صغيره من كل تابل فيهم. تمام. وبدي تقليبه سريعه، الا الشطه طبعا بحط نص معلقه، لو حابه تزودي زودي براحتك، بس كده كده انا ببهر معايا برضو الرز بالخضره قبل ما احط عليه صلصه، وبغطي الحله وبوطي النار وبسيبها تتسبك براحتها. تمام. باجي بقى هنا بكون مجهزه الشبت وكزبره وبقدونس، بغسلهم واقطعهم قطع صغيره، والرز بتاعي كوبايتين رز. تمام. وهنا دي التسبيكه بعد ما خلاص استوت معايا، بعرف منين انها استوت او هي تمام كده جاهزه، بلاقي الزيت كله طلع على الوش. تمام. اول ما بيجي يطلع الوش بنزل بقى بمعلقه سمنه بلدي حلوه كبيره. تمام. دي بتديني طعم حلو قوي للمحشي، بحطها في اي محشي انا بعمله غير ورق العنب، يعني كرومب او بتنجان وكوسه وفلفل، بعمل نفس الطريقه بتاعت التخديعه دي لاي طريقه محشي. تمام. ببتدي بقى انزل هنا بباقي البصله. طب انتي هتقولي ما نزلتيش بيها من الاول كلها ليه؟ الطعم هنا دي نص البصله دي بتدي تسكيره وطعم حلو للتخديعه.
وكده بتكون جاهزة معايا، بطفي النار والتخديعة جاهزة. باجي بقى هنا للرز بالكزبرة والشبت والبقدونس، بقلبهم ببعض، بنزل واحدة واحدة لحد ما الرز يتقلب كويس جدا. تمام. بصوا، انا بحب الخضرة كتيرة قوي لان هي دي اللي بتدي ريحة حلوة قوي للمحشي. بنزل بقى بنفس التوابل اللي نزلت بيها في الصلصة، معلقة صغيرة من كل التوابل. وانا استغنيت عن الشطة، لو انت عايزة تحطي كملي زي ما انت عايزة تحطي نفس التوابل اللي حطيناها في الصلصة بالظبط، ولكن انا استكفيت بالشطة اللي حطيتها في الصلصة فقط. تمام. هنا انا بعد ما نزلت بالتوابل ابتديت انزل بالصلصة تدريجيا. هبتدي اقلب كده في التخديعة بالرز والخضرة. كل ما كانت الخضرة في المحشي مظبوطة كل ما خدتي طعم حلو، والخضرة لما بتقل ما بيبقاش فيه طعم حلو للمحشي ولا ريحة. هي الخضرة اللي بتدي طعم وريحة حلوة للمحشي. يلا بينا بقى نيجي في برام او طاجن فخار. ده كده عندي برام فخار. تمام. حطيت فيه بصل متقطع حلقات وعليه طماطم وجزر. تمام. دي هنا القاعدة من تحت الورق العنب اللي انا هحشي عليها. ده ورق العنب كنت عاملاه مفرزاه، هنزل لكم في فيديو بفرزه ازاي في فيديو تاني. ببتدي اجيب ورقة العنب على الورقة الخشنة، ببتدي احشي عليها. بنجهز شوية رز معايا في الطبق وببتدي احشي على الورقة الخشنة. تمام. يعني الخشنة بتبقى من جوه. تمام. ببتدي الف الصباع بالشكل ده، بدخل الاطراف. هعمل معاكم 3 صوابع. تمام. لو انتي مبتدئة شوفي معايا ان شاء الله تلقطي من اي واحدة فيهم، اي صباع فيهم بقى انتي القطي. فانا ده اول صباع لفيته بالشكل ده. بصوا صغير ومنمنم جميل ازاي. انا بحب دايما يعني صباع الورق العنب ده يبقى حاجة صغننة كده. تمام. ورقة تانية اهي. ده الناعم اهو، هيبقى من بره. الخشن من جوه اللي احنا هنحشي جواه الرز بتاعي. خلاص بحط حبة صغيرين، حبة رز صغيرين. ببتدي امسك الطرف ده. بصوا الشكل اللي انا هبتدي احشي بيه الطرف ده، وادي الطرف التاني معايا. دي اسهل حاجة هتحشي معاكي ورق العنب. باخد جنب من هنا وجنب من هنا، كل الاطراف اللي بتجيلي من بره ببتدي ادخلها جوه الورقة. تمام. وانا بقفل اهم حاجة تكون ايدي يعني حجم الرز كويس جوه الصباع. تمام. علشان ما ينزلش التغذية بتاعته بره ولا الرز يطلع بره. تمام. دي بالتعود، يعني انتي هتاخدي وقت. مثلا لو انتي مبتدئة مرة، في التانية في التالتة هتلاقي نفسك بتطلعي الصباع مظبوط جدا. خلاص ادي اخر صباع هعمله معاكم اهو. طرف من ده وطرف من هنا، وابتدي اقفل اهوت. اخد الطرفين اللي في الجنب، كل طرف او حتة مشرشرة من الطرف هدخلها جوه الايه الورقة لحد ما اوصل ان انا اخلص الصباع وبس كده. تمام. هبتدي بقى اخلص الكمية كلها وهرصهم معايا في البرام. انا هرص معاكم هنا اهو اول صباعين 3 عملناهم. اعملي القاعدة دي من تحت هتديكي شكل بقى لما المحشي يستوي وتقلبيه في صينية او في طبق او سرفيس كبير، هيديكي شكل حلو قوي. تمام. ببتدي بقى اجهز الشوربه بتاعتي. طب انا هظبط الشوربه بتاعتي ازاي؟ هقولك. انا هنا حطيت كوبايتين شوربه ونزلت عليهم بملح وكمون و7 بهارات ومعلقه سمنه حلوه كده، سيحتها في الميكرويف ونزلت بيها في الشوربه. هبتدي اقلب. دي كوبايتين شوربه صغيرين، زي ما احنا هنحتاج هنكمل شوربه. تمام. اهم حاجه ان انا ظبطت هنا الشوربه بتاعتي بالتوابل دي، وهنزل بيها اهو ورق العنب بعد ما خلصت ورصيته كله اهو. هنزل بالشوربه بتاعتي على الطاجن بتاعي. طيب انا هعرف منين اظبط الشوربه بتاعته؟ قبل اخر صباع هتكون انتي لحد هنا والشوربه تكون كفايه. تمام. انا هنا ما كانتش لسه جابت قبل اخر صباع، فابتديت انزل بكوبايه تانية صغيره. اول ما ابتدي اشوف الشوربه كده ابتدت تظهر معايا من الورق العنب، تمام، هنهزه كده هزه بسيطه عشان الشوربه تتوزع فيه. تمام. واول ما تكون الشوربه باينه قدامي كده بستكفى ومش بنزل تاني. بنيجي بقى هنا للتركه دي، بتدي طعم جميل قوي لورق العنب ومزازه حلوه قوي. دبس رمان عايزه تستغني عنه. تمام. ببتدي ادي رشه. تمام. حوالي معلقتين كبار، بوزعها كده
ممكن تحطي الرشة دي على التتبيل، على التخديعة ذات نفسها، يعني عملتي الرز وكل حاجة خلاص ممكن تحطي عليه رشة دبس رمان، بس انا بحب احطها في الاخر. وببتدي اقطع حلقات صغيرة ليمون واحطها على الوش، ما تزوديش عشان الدنيا ما تبقاش مززة قوي، تمام. فانا بحط حلقات كده، كام حلقة صغيرة، وخلاص كده. نيجي بقى نغطي الطاجن بتاعي. هبتدي اجيب ورق زبدة واغطي بيه، مش لازم نحط ورق الالومنيوم مباشر، احنا هنحط ورق زبدة عشان ورق الالومنيوم مضر، تمام. فهبتدي احط ورق الزبدة وعليها ورقة الالومنيوم، وهقفل الطاجن بتاعي كويس جدا. اعملي ورق العنب في الفخار، هيديكي طعم جميل قوي، بيستوي يعني على راحته، بيدي الطعم حلو قوي لما بنيجي نقدمه، بالاخص لو عزومات ولا حاجه. عايزه اقولك الطاجن ده يعني هيبقى جميل قوي وحاجه تشرف، تمام. بعد ما اقفل الطاجن بتاعي بكون مسخنه الفرن على درجه حراره 200، وهدخله رف اوسط، تمام. انا هنا اهو قفلته حلو، هقص الزيادات، والفرن بتاعي سخن على درجة حرارة 200، وهندخله. انا ببتدي اسخنه قبلها بربع ساعة. بدخل الطاجن بتاعي رف اوسط درجة حرارة 200. لو الفرن حامي قوي خليه على 180، هياخد معاكي من ساعة لساعة وربع. هنبتدي من الساعة نبص عليه، تمام. انا هنا خد معايا ازيد شوية عشان ما شاء الله انا كنت مالية الطاجن قوي. خلاص. عايزة اقولك بقى كان الريحة فظيعة والطعم كان خطير جدا. ونبتدي بقى نقلبه بعد ما يستوي ويهدى شوية، هنقلبه على صينية كده، تمام. وكلي بقى احلى طاجن ورق عنب. عايزه اقولك الطريقه دي انا معتمداها وما بسويهوش خلاص بقالي كتير قوي على النار. يعني انا خلاص بقيت اسويه دايما في الطاجن عشان بحس ان الطعم احلى والطريقه جميله جدا. يلا بينا بقى. بعد ما اللحمه تستوي معايا خالص ببتدي اصفيها من الشوربه بتاعتها وانزل بمعلقه سمنه بلدي في برام او في طاسه، وهبتدي انزل باللحمه. طبعا بعد ما اللحمه بتستوي ببتدي احط لها الملح بتاعها، بظبط ملحها، ما بحطش ملح في الاول. بنزل بقى هنا باللحمه وهبتدي اشوح فيها لحد ما تاخد لون ذهبي، وبس كده. دي افضل طريقه ليا بعمل بيها اللحمه المحمره، ما بحمرش في زيت خالص. بصوا بقى الشكل النهائي جميل ازاي. ده لوحده كفايه اصلا، يعني انا بحب اعمل الجمال ده كده مع طبقين ملوخيه، وحلو قوي كده. هستنى رأيكم بعد ما تجربوه ان شاء الله في الكومنتات. متنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.